بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج واش فهمتونا، برنامج شباب، برنامج حوار، برنامج نقاش، برنامج اللي كنشاركوا فيه أكيد بالأفكار ديالكم واللي فيه الشباب كيحاول يعبر على أفكاره بكل حرية. وصلنا بالقافلة ديالنا اليوم لمدينة أسفي، المدينة اللي فيها 4 ديال الشباب اقترحوا موضوع أهمية البكالوريا من ثانوية الحسن الثاني التأهيلية. خليونا نتعرفوا عليهم. زكريا يعرف هذا الشاب البكالوريا كشبح يكبر كلما اقترب التلميذ منه ويخيفه أكثر كلما اقترب من اجتيازه، ورغم أهميتها بهذا الفكر تبقى عقبة كبرى في حياة كل تلميذ. سلمى كتقول أن البكالوريا باب ذهبي والشهادة مفتاحه، وأن محيطنا مسؤول عن فشلنا أحيانا في الحصول عليها. سعيد يأكد أن البكالوريا طريق بين العديد من الطرق اللي ممكن تضمن مستقبل التلميذ، وأمام النجاح والنقاط العليا يمكن التفكير في المقاولة الحرة والتكوين المهني. سعيدة بالنسبة لها أن نمتلئ بالأفكار السلبية وأننا نركز على العقبات كيزيد من عجزنا وعدم قدرتنا على الحصول على البكالوريا، رغم أنها مرحلة عادية في الدراسة وجب عدم التركيز على صعوبتها. يمكن لكم دائما تواصلوا معنا عن طريق صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستغرام. والآن بعد ما تعرفنا على الشباب الأربعة اللي غيشاركوا معنا في النقاش، نتعرفوا الآن على الموضوع اللي اختاروه عن طريق هذا الروبورتاج كيف ما العادة. البكالوريا شهادة تفتح أبواب المستقبل، وهي كذلك مصدر فرحة لكل عائلة، ومن جانب آخر هي شبح يرعب عدد كبير من الطلبة وكيخليهم سجناء فكرة الفشل وخذل الأهل وعدم تحقيق الحلم. البكالوريا هي واحد الشهاده وواحد الوثيقه، يعني الطالب الا شدها كيولي عنده واحد القيمه وواحد المستوى يعني في وسط الاسره ديالو او في المجتمع ديالو، وكيمكن ليه انه يدخل معاهد وكليات يعني كبار، ويمكن ليه يكمل المسيره ديال الدراسه ديالو. التفكير في المستقبل بدون بكالوريا فكرة ممنوعة ومرفوضة عند كل تلميذ، رغم أن مئات الآلاف من الناس فاتحين أسر وعايشين بمهن لا تتطلب هذه الشهادة، واللي فشل في أخذها خصو يقلب ويسول على الخطط البديلة. البكالوريا يعني سواء كانت عندك سواء ما كانتش عندك يمكن لك تبني يعني حياتك، يعني يمكن لك إلا ما كانش عندك دير ليتيا، دير ديبلومات، دير ميكانيك في إلكتريسيتي أو يعني شيء من هذا القبيل هذا، يعني الصنعة، يعني تولي عندك حرفة تقدر تبني بها حياتك، تقدر عاوتاني دير دي مدارس وكيديروا بالنيفو با تقدر تبني حياتك يعني بلا با. التجارة، روح المقاولة، الانترنت وبدائل متعددة تعتبر منجم ذهب لمن استثمر طاقته للإبداع فيها، وربما كثير ممن حصلوا على البكالوريا لم يحققوا نجاح من فشل في الحصول عليها. واش كتشوفوا الامور بحال هكذا ولا ما فهمناكمش؟ نتمنى نكونوا فهمناكم، واذا ما فهمناكمش وصلنا هنايا لمدينه اسفي لثانويه الحسن الثاني التاهيليه باش نسمعوا الافكار ديالكم والاراء ديالكم، وتقترحوا ايضا موضوع كيف ما باقي الشباب، ونحاولوا اننا نناقشوه ونوصلوا الافكار ديالنا باش يفهمونا. نبغي ايضا نشكر تلاميذ ثانويه الحسن الثاني التاهيليه هنا مدينه اسفي على حضورهم معنا لهذه الحلقه، شكرا لكم على الحضور. ننطلقوا في الموضوع اللي اختاريتوه واللي هو أهمية البكالوريا. إذا أكيد أنه موضوع كيهمكم، كيهم جميع الطلبة اللي تدرسوا في السلك الإعدادي والثانوي، واللي الهم ديالهم الكبير هو الحصول على هذه الشهادة هذه. بغيت نعرف علاش اختاريتوا هذا الموضوع. تفضلي سلمى. اول حاجه احنا اختارينا هذا الموضوع باش نعرفوا، اول حاجه نعرفوا المفهوم ديال شنو هي البكالوريا، عاد من بعد نعرفوا شنو هي البكالوريا بالنسبه لينا، ومن بعد عاد نتعرفوا على شنو فين كتجلى اهميه البكالوريا في حياتنا. جميله هذه المساءله هذه. في بعض الاحيان كنكونوا عمرنا ما طرحنا على نفسنا هذا السؤال هذا، كنكونوا في خضم الموضوع عايشين هذه المشكله اللي عندنا وهذا التحدي اللي عندنا، ولكن عمرنا ما طرحنا على نفسنا هذا السؤال اللي غادي نطرحوه الان. شنو بالنسبه لكم سعيد زكريا البكالوريا؟ تفضل زكريا. اول حاجه بالنسبه لي البكالوريا يعني ماشي يلاه غادي نعرف البكالوريا، ماشي حتى وصلت للبكالوريا غادي نعرف البكالوريا كنعرفوها ملي يلاه بدينا ابتدائي روض حضانه ولا شي حاجه بحال هكا، بدينا كنعرفوا ان كنسمعوا فلان في البكالوريا فلان، يعني شي حاجه اللي كبيره، شي حاجه اللي واعره. فهي نقدر نمثل لك بحال واحد الشبح مثلا اللي قد ما انت كتقرب ليه وهذاك الشبح كيزيد يكبر، يعني قد ما انت كتقرب للبكالوريا وديك البكالوريا كتزيد تخلعك وكتزيد كاين ستريس ديال البكالوريا، كيفاش غادي دوز، اشنو في هذه البكالوريا، كاين مواد اللي
اللي كنوصلوا مثلا لشي دروس او شي حاجه بحال هكا كيقول لك لا هاد الدرس نشوفوه حتى البكالوريا ان شاء الله، يعني شي حوايج بحال هكا اللي كيخليوك تاخذ نظره على البكالوريا وميم تو كيخلعوك على البكالوريا. سعيد موافق مع الراي، عندك شي رؤيه مختلفه؟ بالنسبه لي انا البكالوريا هي واحد الاختصار باش انك تزيد تكمل في حياتك بزاف لقدام. تقريبا البكالوريا هي بالنسبه للتلاميذ الاخرين هي بمثابه حلم. كيحلموا كيطمحوا يشدوا البكالوريا وغادي يشدوها وكيشوفوا دو بون مونسيون، يجيبوا اون بون مونسيون. دونك واخا كاين طرق بزاف من غير البكالوريا باش توصل تنجح في حياتك، وداك الشيء اللي غادي نشوفوه من بعد. اكيد داكشي اللي غنشوفوه من بعد، ولكن اهميه البكالوريا وتحولها من حلم الى عقبه، الى شيء مستحيل، الى شيء بعيد المنال، الى فكره تصبح سرمديه سرابيه غدا وكتبعد غدا وكتولي ضبابيه. هذا الشيء اللي ولينا كنلمسوه اكثر عند الطلبه، ولاو تيخافوا من هذا الباك بشكل كبير، رغم انه في نهايه الامر هو شهاده هي اللي كتفتح الابواب، ماشي هي المنال، ماشي هو يعني المقصد والهدف النهائي والاساسي والاخير. فشنو اللي كيخلي من هذا الباك عقبه ومشكل اساسي اللي كيخلع الطلبه عموما؟ تفضلي. حنا كنحاولوا ناثروا على حنا باش كناثروا على ذاتنا مني كنمشيو نبحثوا على شنو هي البكالوريا، شنو هما العقبات اللي في البكالوريا. حنا شخصيا هكا حنا راه كنوتروا نفسنا، ماشي الناس هما اللي كيوترونا. كنقولوا بان الشخص ملي كنمشي لعندو تيوترني بكثره ما تيدوي لي على البكالوريا بشكل خايب بواحد الشكل سلبي. لا، حنا كنمشيو، حنا اللي كنمشيو نقلبوا على ديك السلبيه، ماشي هي اللي كتجي تقلب علينا. داكشي علاش حنا اللي كنكونوا ديما متضررين، ديما كنجعلوا منها واحد بحال شي حاجه سلبيه، يعني ديما كتكون بواحد الكره سلبيه، ما كتكونش دائما ايجابيه. في هذه النقطة هذه نتاع المؤثرات اللي تنتكلموا عليها، غنبغي نفتح قوس ونتوجه للجمهور الكريم الحاضر معنا، ربما عنده سؤال أيضا يقدر يوسع به النقاش ديالنا. شو اللي عنده شي سؤال؟ في الصف الأخير. السلام، سميتي زينب زيتاني، كنقرا في الثانويه الحسن الثاني، عندي 17 عام. اذا السؤال ديالي بالنسبه للطلبه، كنعرفوا باللي اي تلميذ في المستوى الدراسي ديالو اول حاجه كيبغي يرضيه هو والديه. اذا فاش كيدخل هذا التاثير، واش كيأثروا ايجابيا ولا سلبا على هذا التلميذ؟ وشكرا. إذا ربما التأثير اللي تنتكلموا عليه وهذا الخوف ربما الأهل كيلعبوا فيه دور كبير كيف ما جاء على لسان زينب، اللي ربما تنشوفوا أنه الأهل هما اللي تيخلعوا هذاك التلميذ، هما اللي تيزيدوا الضغط ديالو، وربما هو عنده اصلا ضغط انه باغي ينجح وعنده دروس كثيره وعنده مواد كثيره، ولكن ارضاء الاهل وهذاك المقارنه اللي تكلمت عليها زكريا ربما تيخليه اكثر خوفا. كيفاش نقدروا نوجهوا رساله لهاد الاهالي غير باش نوعيوهم بانه اجتياز البكالوريا هي ديجا مهمه صعيبه، فكيفاش ممكن نعاونوا ابنائنا بلا ما نزيدوا الضغط ديالهم والخوف ديالهم؟ تفضل. بالنسبه لي الاخت سؤال زوين. الوالدين هنا كيلعبوا دور ديال سيف ذو حدين. كيف ذلك؟ بحيث ان الوالدين فاش كيقول لك خاصك ولدي تاخذ البكالوريا ديالك وخاصك تجيبها بنقطه مزيانه وخاصك هنا انت كتوضع تحدي لنفسك انك خاصك ترضي الوالدين ديالك وتفرحهم في نهايه السنه. هذا نقطه ايجابيه، ولكن النقطه السلبيه هما انهم كيزيدوا يضغطوا عليك. انت عندك ضغط من الوسط ديالك، يعني اصدقاء او المدرسه او شي حاجه، هما كيزيدوا داك الضغط ديال خاصك ضروري ولا ما جديهاش راه ما درتي والو. وهذه هنا النقطه السلبيه ديالهم. يعني كرساله اللي غنتوجهوا بها للوالدين، يعني دفعوا بولادكم انهم ياخذوا البكالوريا، ولكن هما ماشي نضغط عليه، ماشي نبزز عليه انه ياخذ البكالوريا، حيت ماشي اي تلميذ كيقرا في البكالوريا راه غياخذ البكالوريا. شبح البكالوريا يخيف العديدين، وهنالك البعض اللي ما تمكنوش او لن يتمكنوا مستقبلا من انهم يحرزوا على هذه الشهاده. في نظركم هل ينتهي العالم وينهار بعدم الحصول على هذه الشهاده؟ تفضل سعيد. اذا بالنسبه للتلاميذ اللي ما استطاعوش انهم ياخذوا البكالوريا، هذه ماشي نهايه العالم. باقي بواب كثار خصهم يدقوا عليهم ويقلبوا وينوضوا يخدموا مزيان باش يوصلوا. دونك انا نعطي واحد المثال صغير اللي هو مصمم
ديزاينر يقدر يوصل حتى ل 4000 4000 درهم في الشهر بلا باك، ما يحتاجش ميم ان نيفو دو لونغ. دونك ربما يعني الشباب اليوم عامة ما تيرضاوش بدي صالير نازلين، ما تيرضاوش بديك 2 فرانك اللي تيتكلموا عليها اليوم. تيقولوا بانه ربما البكالوريا غتفتح لهم افاق تخليهم ياخذوا دي صالير اكبر بكثير، رغم انه هاد لي صالير في مدن مثلا صغرى قد تكون كافيه جدا باش انك تضمن حياه يعني محترمه وكريمه. الان من يقول بانه البكالوريا هي مفتاح للنجاح والاندماج في هذا المجتمع، وانه بدونها لا يمكن تحقيق الأحلام ولا يمكن ضمان المستقبل، شنو تقولوا ليه؟ تفضلي. انا غنطرق لهذه الفكره بالجواب ديال هذا السؤال من واحد الجانب اللي هو صغير حنا متداول عندنا في المجتمع ديالنا. اذا الحياه بحال شي سياره، يعني الا كنتي مثلا شي شخص غادي بالطوموبيل ديالو وقف في شي بلاصه خاليه، اشنو غيدير؟ واش غادي يريح وغيجلس وغيقول صافي القدر ديال الله اذا انا نريح حتى غتجيني المساعده؟ لا، اكيد غتكون غتهز بيه واحد الحاجه اراديه، يعني غينوض او لا اراديه، يعني اللي بغينا نطرقوا لها بمصطلح مزيان لا اراديه، غينوض غيمشي يقلب على المساعده. بحال هكاك الحياه ديالنا. انا صافي ما كتبش عليا الباك بزاف د الحوايج، وحنا الحمد لله في المغرب راه عندنا بزاف الناس عايشين بلا بكالوريا، مثلا غير اللي لي بوتيكات ديال الحوايج، يعني بزاف تاع الناس عايشين بلا بكالوريا والحمد لله، يعني مامنين حياتهم حياه وليداتهم، ساكن عندهم مزيان. وتا دابا بهذه المساعدات اللي ولات دابا الحمد لله في المغرب راه كل شيء عايش، ماشي بالضبط بلا بكالوريا. يعني في نظركم عدم النجاح هو مرتبط بالشهاده ام بالرغبه في النجاح والوثوق من القدرات الذاتيه والامكانيات المتاحه حتى بلو نيفو باك؟ تفضلي. البكالوريا هي فقط واحد الجزء صغير يعني اللي كيخلينا نتجاوزوا المرحله ديال الثانوي التاهيلي، يعني باش نمشيو للمدارس العليا. يعني ما خصناش نعطوها واحد، يعني هو خصنا واحد الجانب نعطوها واحد الاهميه، ولكن ماشي نقولوا ما عندناش بكالوريا سي لا فان دو موند. يعني ممكن كيف ما كنعرفوا انه التعليم الحالي ماشي هو التعليم اللي كان عندنا قبل، التعليم الحالي ولا مسهل علينا شحال من حاجه، ولا مفتوحه لنا الابواب لشحال من حاجه. المدارس يعني ماشي بمجرد انك انت ما عندكش الباك راه ما يمكن لك دير والو، ماشي يعني تجلس. نعطيو مثال ديال واحد الطفل صغير، الطفل ملي كيبغي يتعلم يمشي، يعني اول مره كيمشي كيطيح، يعني وفي كل طيحه كيتعلم، كل طيحه كيطيحها كيعرف بانه ما خصوش يبقى يعاودها. يعني نفس الشيء بالنسبه للبكالوريا، يعني ما حصلتش على البكالوريا ممكن ندير حاجه اخرى اللي ممكن تحقق لي شحال، ممكن تحقق لي اهداف اكثر من وانا عندي البكالوريا. سنعود مره اخرى للجمهور الكريم الحاضر معنا، اكيد ان عندكم رغبه ايضا في المشاركه وطرح اسئله في هذا المحور الجديد لاغناء النقاش. كل عنده سؤال. تفضلي الاخت. سميتي ايمان مقبول، اولى علوم رياضيه. السؤال اللي كنبغي نتوجه للزملاء ديالي هو الاختلاف هو واحد الخاصيه كتميزنا، كنختلفوا في الاراء، في الاذواق، حتى في الطموحات، وكنلقاو ناس الطموح ديالهم يقدروا يحققوه بلا ما يتوجهوا للبكالوريا، مع داك الشيء كنلقاوهم باغيين ياخذوا البكالوريا. باش نقدروا نفسروا هذا الشيء، واش كاع الناس اللي مرشحين شهاده البكالوريا واش ناس واش عندهم رغبه شخصيه في الحصول على ديك الشهاده، ولا كاين قوى ضاغطه كتفرض عليهم انهم ياخذوا ديك الشهاده؟ شكرا. جميل، انا اعتقد انه سؤال جميل. تفضل زكريا. بالنسبه لهذا السؤال، كاين ناس اللي باغيين ياخذوا البكالوريا وعندهم طموحات يمكن تحقق بلا بكالوريا. مثلا انا كنقرا تلميذ في البكالوريا وعندي طموح انني مثلا ندير لا ميكانيك، يعني انا غادي ناخذ البكالوريا. علاش؟ الضغوطات مثلا ديال الوالدين ديالي باغيين يشوفوني في ديك الصوره ديال واحد التلميذ اللي حاصل على شهاده البكالوريا ديالو. نقدر ناخذ البكالوريا ديالي ابخي غادي نمشي ندير لا ميكانيك جهه اخرى ونرجع نقرا مع ناس اللي ما عندهمش البكالوريا ديالهم. يعني هنا خديت البكالوريا لارضاء الوالدين ديالي، وكاين ضغوطات اخرى ما بيناتها المجتمع، ما بيناتها ديك الهضره ديال الناس، ما بيناتها بزاف د الحوايج. جميل. سعيد. هذا السؤال كيختلف من عند كل واحد للاخر. يعني هذا مبدا شخصي. علاش انا كنقرا باش نكون حياتي،
يعني خصني نشد الباك ديالي ونمشي ندير الدوك ديالي وندير لا ليسونس ديالي ونكمل قرايتي بو افواغ واحد الخدمه بان صالير مزيان. دونك كاين عاوتاني اللي كيقرا باش يثقف راسو، هذاك الى سي كومبيتونس باغي يزيد فيهم، دونك كيعطي ان بوين دو فالور باش يكمل حياته اون بون كاليتي. تفضلي. هنا الرغبه ديال الوالدين كتولي كتختلف. كاينه الرغبه ديال الوالدين اللي كيبغيو يشوفوا ولادهم حاصلين على البكالوريا ولكن يعني بهدف انهم يبنيو مستقبلهم، وكاينه الرغبه ديال الوالدين اللي كيبغيو ولادهم يشوفوهم حاصلين على البكالوريا فقط للتباهي في وسط العائلي ديالهم، فقط باش يقول العائله ان ولده راه نجح او بنته راه نجحت. هنا كيكون واحد الرغبه سلبيه، يعني هنا اللي كيخلي على ان التلميذ او الطالب يكون مضطر على الحصول على البكالوريا. إذا التيمة الأساسية أكيد اللي كتصاحب عدم الحصول على البكالوريا هو شخص فاشل دراسيا ولم يستطع أن يحقق ما حققه الآخرون اللي هما كنعتبرهم متفوقين اللي استطاعوا أنهم يمروا الدراسات العليا ويعتبرون في مصاف المثقفين وخيرة الشباب يعني في المجتمع اللي تعيشوا فيه. غادي نفتح عاوتاني المجال للشباب الحاضر معنا، الجمهور الكريم اللي متابع النقاش كيف ما تنشوف بتركيز. سؤال اخر ربما، تفضل. الاسم عثمان مداح، سن 18 سنه، القسم الثاني علوم فيزيائيه، الحسن الثاني. فبالرغم ما كنحصلوا على شهاده البكالوريا ولكن ما مقتنعينش بالنقطه اللي جبنا باش ندخلوا لديزيكول سوبيريور، فكنكملوا كنمشوا للجامعات كنكملوا ما مقتنعينش بداك الشيء اللي كنديروا. فالسؤال ديالي شنو هو الفرق ما بين الشخص اللي كيحصل على البكالوريا وكيكمل في واحد المسار اللي هو ما مقتنعش به، وبالنسبه للشخص اللي ما عندوش البكالوريا؟ جميل السؤال. يعني شنو الفرق ما بين شخص حصل على البكالوريا ولكن ما حققش الاحلام ديالو بها وشخص ما حصلش عليها؟ تفضل. هنا كاين الاختلاف على حساب الشخص في نفسيته. يعني حنا في مجتمعنا كاين جوج افكار غالطين. الفكره الاولى يعني انسان اللي ما حصلش على البكالوريا ديالو وغادي يجلس في دارو ويسد عليه ويدخل في حاله اكتئاب، راني ما خديتش البكالوريا ديالي، هذه فكره خاطئه. والفكره ايضا ديال ان انسان اللي خدا البكالوريا راه وصل للطوب وصافي راه حقق المبتغى ديالو، راه ايضا واحد الانسان اللي عنده فكره غالطه. هنا الفرق اللي كاين ما بيناتهم كشخص. يعني انا كشخص الا خديت البكالوريا ديالي وكنشوف الطموح ديالي بدون بكالوريا راه ما كاينلاش نكمل، ما كاينلاش نرغم على راسي، لا راه واقيلا غادي ننجح في هذه الا درتها. نشوف شي حاجه اللي متاكد منها ونتبع هذاك المسار ديالي اللي باغي انا وباغي نكون فيه ومقتنع به. والشخص ايضا اللي ما حصلش على البكالوريا ديالو يعني حتى هو غيقلب على مسار اخر، غيقلب على ابواب اخرى يدقها، والله سبحانه وتعالى ما كيخيبش الانسان اللي كيبحث. سعيد، هنا ملي تنتكلموا على هذا البكالوريا وعدم القدره على تحقيق الاحلام بنفس البكالوريا، اين تكمن اهميتها اذا؟ البكالوريا الاهميه ديال البكالوريا كيف ما سبق وقلت اللي هي واحد اختصار ديال طريق مختصر كدوز به ديريكت. ولكن الا ما قديتيش دوز ديريكت، لما قديتيش دوز ديريكت كاين ابواب اخرين. يمكن لك تمشي دير شي حاجه اللي كتعجبك، مثلا لو تياتر، مثلا تمشي دير ميوزيسيان ولا ان بيت ميكر. دونك كاين الحلول بزاف بلا الباك اللي تقدر ديرهم، وميم بلا حتى نيفو باك، بلا قرايه بلا والو، يمكن لك تبني حياتك ويكون عندك ان سالير وتكون الشاف ديال راسك وتكون عندك اونتربريز ديالك بوحدك. جميل. اذا كنعتقد بانه المهم هنايا اللي نقدروا نعرفوه هو انه شهاده البكالوريا هي مفتاح، ولكن هذا المفتاح ما يمكنش نحلوا به الا البيبان اللي كنعرفوها واللي خصنا نعددوها ونثقفوا نفسنا ونبحثوا باش نقدروا نلقاو ابواب كثيره ممكن توصلنا نفس الحلم او حلم يقربنا نوعا ما، او اهداف وابواب تقربنا من الحلم اللي كنا استهدفناه في الاول وما قديناش نوصلوا ليه بفعل يعني لو سوي اللي تتكلموا عليه. غادي نواصلوا النقاش ديالنا هذه المره ولكن بسؤال جا من عند المشاهدين عن طريق فقره التفاعل. اوكي، ننتقلوا لفقره التفاعل.
إذا فقرة التفاعل هي فقرة تسمح لكم مشاهدينا بأنكم تطرحوا أسئلة أيضا على المشاركين معنا في النقاش عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي ديالنا فيسبوك تويتر وإنستغرام. وطبعا السؤال اللي جا من عند رجاء اللي تتقول: هل شهادة البكالوريا يمكن اعتبارها حقا طريق لولوج سوق الشغل وخاصة في بلادنا؟ زكريا. الانسان اضافه لديك شهاده البكالوريا والشهاده اللي حاصل عليها معها، كاين شروط خاصها توفر في ذاك الانسان اللي غادي يولج لديك الوظيفه. يعني كيكونوا دي زونتروتيان كيتلاحظ فيهم شخصيه الانسان كيف دايره، ذاك الانسان واش مرن، واش انه يعني يقدر يتعامل مع وضعيات صعبه، يعني يكون راسو صغير، يكون كيسمع، يعني شي حوايج بحال هكا اللي كتساعد الانسان انه ياخذ الوظيفه ديالو. جميل. اعتقد بانه الموضوع مهم للغايه، اننا نشوفوا راسنا في المرايه ونطرحوا على الناس السؤال: علاش بغينا ناخذوا الباك، والا ما خديناش الباك شنو نقدروا نديروا؟ تنتكلموا باسم عدد كبير من الشباب في المغرب، من نجح ومن لم يستطع الحصول على هذه الشهاده اللي تبقى في النهايه يعني ربما مفتاح كيف ما تكلمنا، ولكن ماشي نهايه العالم، هي وسيله من الوسائل الاخرى اللي يمكن من خلالها نضمنوا المستقبل ديالنا. الامل دائما هو العنوان نتاع كل شاب يرى الحياة بإشراق بأمل. وكان أعتقد بأنه الرسائل ديالكم كانت جميلة وكانت واضحة وفتحات الأبواب أمام عدد كبير من الشباب، وعلى الأقل إذا دفعناهم أنهم يتساءلوا غادي يكونوا فهموكم. ننتقلوا لكوتش كريم. مرحبا بك كوتش كريم. شكرا علي. واش فهمتيهم؟ فهمتهم وكنتمنى المشاهدين حتى هما يفهموهم. زوين هذا السؤال ديال واش فهمتيهم، لانه انا عارف فاهمهم، عارف انك مشارك في هذا البرنامج انك فاهمهم مزيان كاع، ولكن مهم جدا نركزوا على انه الهدف ديالنا هو انه الشباب يوصلوا الفكره ديالهم، واذا كنا حنا فاهمينهم اكيد انهم نجحوا يوصلوا الرساله. غادي نبدا معكم 4 نقاط، كل واحد نقطه. اول نقطه نبدا معك سعيده، هو ان البكالوريا نورمالمون خصها تخلع الناس اللي ما موجدينش ليها. واقع الحال كنشوفوا انها كتخلع كل شيء. واش في نظرك هاد الخلعه بالنسبه لواحد اللي موجد مزيان، لو فيت ديال انه تيتخلع هاد الخلعه، واش ما نقدروش نقولوا انها ممكن تحول هي سبب الفشل ديالو في البكالوريا؟ طبعا ان الخلعه والخوف هو العامل الاول اللي كيخلي الشخص يفشل. داكشي علاش كاينين اغلب الناس كتلقى بعض المرات واخا الشخص ما موجدش ما كيكونش مخلوع نهائيا. علاش؟ لان تيقول لك صافي انا ما موجدش، انا ما نجحتش، ما عندي مشكل، لانني انا شخصيا ما درتش واحد المثابره، يعني ما وجدت، ما جاهدت باش نحصل على ديك البكالوريا، ما غيبقاش فيا الحال. خلافا للشخص اللي كيكون موجد تيقول لا انا صافي موجد، خصني ندير وخصني ننجح وخصني ندير هذا. داكشي علاش يكون عنده واحد الخوف، كيكون مربي معاه من الصغر. اي واحد تيكون تيخلعو، اي شخص تلاقى به تيقول لي شنو كتعرف على البكالوريا، تعطي اي حاجه سلبيه، دائما تعطي ديك السلبيه، كيبقى عليه ديك السلبيه، كيتربى فيه داك الخوف. داكشي علاش كتلقى بعض شي وحدين تيقول لك انا حفظت وصوب التمارين وخدمت وخرجت، سمحت في المدرسه بكري باش نمشي نحفظ وباش نجتاز، باش نحاول نجتاز داك الامتحان ديال البكالوريا، ولكن ما جابش الله. دونك سعيده كنحولوا النقطه ديال القوه لنقطه ديال الضعف، انني كنكون موجد بلاصه ما كتعطيني حافز، كتولي هي داك الحمل اللي هز على كتافي، وتنخاف ان الانتظارات ديال المحيط ديالي تكون كبيره. هذه النقطه ديال المحيط غادي نناقشها معك زكريا. ما كنبقاوش نجريو حنايا غير الدروس والاساتذه والامتحانات، تنوليو نجريو حتى الضغط ديال المحيط، الهضره ديال الشارع، فكنولي الهاله ديال البكالوريا كتسيطر عليا. في نظرك انت كيفاش يقدر يدير الطالب باش يتخلص من الضغط ديال المحيط ويركز على الدروس ديالو اكثر؟ ما فيها باس انني فاش وصلت لمرحله البكالوريا نخفف على راسي الحمل. يعني مثلا كنت في ديزاسوسياسيون ولا في دي كلوب ولا شي حاجه، نحاول نقص، نخرج شويه، غادي نتفرغ الدراسه ديالي واحد السنه باش نجيبها بون بون نوت، وابخي راه المستقبل قدامي، عطا الله فاش نرجع عاوتاني. شكرا. النقطة أخرى غادي ننتقل لك سلمى، هي أن عدد كبير من المدارس والمعاهد فتحت أبواب ديالها في وجه الناس اللي عندهم نيفو باك، وحتى في واحد من الخطابات ديال جلالة الملك هضر فيها على النيفو باك والأهمية ديالو. فهاد الدينامية اللي دايرة وهاد الصورة اللي ولينا كنعطيو للنيفو باك، واش ماشي عامل مساعد تقدر تفتح لنا أبواب الأمل في المستقبل؟
بطبيعة الحال بحكم أني طالبة اللي كندوز في السنة الثانية بكالوريا، فبحكم أنني كنشوف في لونتوراج ديالي والنقاش ديالي مع الزملاء ديالي، كنشوف أنا نيفو باك كيساعد الطلبة بزاف وكيعاونهم أنهم باش يحققوا الرغبات ديالهم. يعني نقدروا نقولوا بصح أنك ما حصلتيش على البكالوريا، بصح أنك ما قدرتيش تحصل عليها، ولكن كيبقى عندك هذاك النيفو باك باقي ممكن أنه يدير باك ليبر كيف ما كنعرفوا حنا، يعني باك حر، وبالفضل ديالو ممكن انه مثلا هو كان كيطمح انه يدير واحد المدرسه اللي هو الحلم ديالو انه يقرا فيها، او الحلم ديالو انه يدير واحد الاتجاه هو كيرغب فيه، فممكن انه يتجه حتى الباك ليبر باش انه يحقق الرغبات والاحلام ديالو. وبطبيعه الحال كيف ما قلتي ان نيفو باك فهو كيساعد حتى هو بزاف، وممكن نعتبروه حتى هو ديبلوم في حد ذاته. اخر نقطه معك سعيد، هضرتي على انترنت والقوه ديالو، هضرتي على الفكر المقاولاتي اللي يقدر يساعد الناس اللي ما عندهمش البكالوريا وحتى الناس اللي عندهم البكالوريا. انا السؤال اللي بغيت نسولك كيفاش نقدروا نديروا باش ننشروا هذا الفكر هذا في صفوف الشباب المغاربه؟ العالم ديال المقاولات، العالم ديال المقاولات هو واحد العالم اللي فيه ما يدار في المغرب. عندنا في المغرب بداو كيبانوا دي زونتربريز، اي اونتربريز كتبدا 100% كتكون ناجحه. في المغرب كاين ما يدار، خصك غير تبدا دير لو بروميير با، تلقى ليكيب كوريسبوندونت اللي غادي تعاونك في كاع لي دومين، لا انفورماتيك، ديزاين، كلشي. فوالا كتبدا طون بروجي ديالك، طون ستارت اب، كتكون شاف على راسك وما كيكون حتى شي واحد شاف عليك، وهذه احسن حاجه، احسن حياه تعيشها. جميل، شكرا لك. شكرا لك كوتش كريم. شكرا لك علي. الشباب كنعتقد بانكم يعني بلورتوا فكره اساسيه واللي هي تفاءلوا خيرا تجدوه. كنعتقد بانه التفاؤل خير من التشاؤم يعني على كل حال، والى كنا بغينا نحققوا الاهداف ديالنا والاحلام ديالنا ببكالوريا او بدون بكالوريا اذا شاءت الاقدار، أو إذا ما استطعناش أننا نحصل عليها لسبب من الأسباب، فهذا لا يعني النهاية بل بداية جديدة مختلفة. وهذا كنعتقد هو هذه هي الرسالة الأساسية اللي حاولتوا أنكم توصلوها. شكرا لكم. شكرا لك مرة أخرى كوتش كريم. مرحبا علي. كما أشكر تلاميذ ثانوية الحسن الثانية، الجمهور الحاضر معنا أكيد واللي شارك معنا بأسئلة نيرة وذكية أغنت النقاش بشكل كبير. شكرا لكم على الحضور. كما أشكر سفراء مدينة أسفي في برنامج واش فهمتونا. شكرا لك سلمى. شكرا لك زكريا. شكرا لكم. شكرا لك سعيد. في أي وقت. وشكرا لسعيدة. شكر موصول أكيد لكم مشاهدينا الأوفياء على المتابعة، على التفاعل أيضا على صفحات التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي ديالنا فيسبوك تويتر وإنستغرام. شكرا لكم على جميع الأفكار، على جميع المقترحات، وأكيد بأن هنالك أفكار كثيرة جدا جات في الصفحة ولا في صفحات غادي نحولوها لحلقات نبثها قريبا في برنامج واش فهمتونا. نلتقي الأسبوع المقبل في مدينة أخرى، في ثانوية أخرى، وفي نقاش آخر ثري بفضلكم. سلام.